انا جعانه قوي. انت جعانه وانا كمان يا دانا. ربنا يسامح ابوكي ده بخيل ومش عايز ياكلنا ولا اي حاجه. طب انت نفسك تاكلي ايه يا حبيبتي؟ تفاح. تفاح مره واحده؟ ده بابا لو عرف انت قلتي تفاح ده هيعزقنا. ده بابا داخل. السلام عليكم. بابا نعم. احنا جعانين. يا دي النيلة ما بتشبعوش، كل مرة جعانين جعانين جعانين. في ايه يا نانا؟ اجيب لكم اكل كل ده منين؟ مش كده، خفوا اكل شوية. طب بابا في حاجه. نعم. دانا عايزه تاكل حاجه معينه. عايز تاكل حاجة معينة؟ اكيد يا اما جبنة قديمة يا اما عيش وجبنة. لا طبعا بابا ولا ده ولا ده. امال عايزة تاكل ايه؟ تفاح. تفاح؟ عرفت تفاح منين يا بنت انت؟ مين قالك على التفاح ده؟ ما تردي. يا بابا بتشوفوا يعني اصحابها بيقولوا لها بقول لك ايه، الناس اللي بياكلوا التفاح دول ناس اغنياء، واحنا ناس غلابه على قد حالنا. طلعي موضوع التفاح ده من دماغك. يلا خش جوه، خش جوه بلاش قله ادب. التفاح ايه؟ بابا نعم. على فكره التفاح ده مش بتاع ناس اغنياء، حتى انت ممكن تجيبه عادي. بقول لك ايه، عشان برضو ما يقولوش ان انا حرمت بنتي من حاجه. خدي ال5 جنيه دي، انزلي هاتي لها بقى خيار. تاكل خيار؟ ايوه خيار، هتقعد تاكل في خيار لحد ما تشبع. يلا. هي قالت لك بقى التفاح. التفاح من الخيار مش فارقه كتير. يلا. التفاح هاي، ده انا لو جبت لهم تفاح 3/4 فلوسي هتضيع. الهبل ده تفاح ده انا حبيبتي بصي، هو اداني 5 جنيه وقال لي هسيب اختك بيها خيار. بصي انا رحت الراجل قال لي خيار ايه ب5 جنيه، قال لي اللي موجود عنده قطايه ب5 جنيه. بس انا مش عاوزه اكل قوطه. اما عايزه تاكلي ايه؟ انا عاوزه تفاح. يا دانا بقى انا لو قلت لبابا كده دانا هيزعق لنا. طب استني هناديله وربنا يستر. يا بابا يا بابا. نعم. بابا. نعم. بص هو شايف القطايه دي؟ اه ب5 جنيه. يا ابن الايه، ضحك عليكي واديك القطايه ب5 جنيه؟ يا بابا ده مش عاوزه قطايه، عايزه تفاح. بقول لك يا بنت انت، موضوع التفاح ده طلعيه من دماغك. التفاح ايه وبتاع ايه؟ ما تاكلوا خضار، والخضار مفيد زي الفاكهه برضه. سيكي كلي كل. ما تعيطيش. وانت بقول لك ايه، عايزك تقنعيها تبطل تفكر في موضوع التفاح ده. طب حتى بجيب نص كيلو. نص كيلو ايه؟ انت عارفه نص كيلو التفاح بكام؟ طب ربع كيلو. بتاع ب 20 جنيه ولا ربع ولا حاجه. ايه وجع القلب ده؟ يا رب. دودو حبيبتي ما تزعليش، انا عندي ليكي فكره عشان اجيب لك تفاح. ايه يا نانا؟ تعالي اقول لك فوق. مثلا. بس ما تقوليش لبابا خالص. كل دي قبل ما اروح انفذ الخطه. يلا كل. بابا بابا اسمعني. نعم. ده انا مسكت، ده انا هزقتها لك. ايه التفاح ده؟ التفاح ده بتاع الناس الاغنياء مش بتاعنا احنا. قولي لها يا اختي انا عايز تفاح. واكلتها قوطه مخصوص. جدعه. ما تخافش. انا عايزك تاكليها قوطه البنت التفصه دي اللي بتاعت التفاح. حاضر يا بابا. هات يا بابا واحد نشيطه وحشتني. وحشتك؟ اه من امتى انا بوحشك يا اختي؟ ماشي يا حبيبي بابا. خلاص يا حبيبي بابا ما تزهقنيش. ماشي. انا قايم ايه اروح الشغل عشان اتاخرت. يلا. ماشي يا بابا. سلام مع عليكم. السلامة. ايه ده؟ كل دي فلوس ومش عايز تجيب لها حتى نص كيلو؟ يا نهار ابيض. يا دانا يا دانا. ايه يا نانا؟ شفت يا دانا، سرقت ابوكي واخدت منه فلوس. انا هنزل بقى اجيب لك نص كيلو. عاوزه اصفر ولا احمر؟ خلي اي حاجه. اي حاجه هجيب لك الاصفر عشان يبقى دايما طعمه حلو. ماشي ماشي. هي هي دودو شفتي انا جبت لك ايه؟ تفاح. تفاح. خدي. بابا عمال يقول الكيلو غالي، نص كيلو ب20 جنيه، ده كيلو ب20 جنيه اصلا. يلا كلي كلي يلا. حلو. ماشي يا دود، خلصيه وبعد كده تاكلي التانية. يلا كلي كلي. يا بابا جبت لها التفاح ده منين؟ اقول لك. قولي لي. واحده صاحبتي كانت جايه تقعد معايا. خلصت. دانا كانت بتقولي ان انا نفسي في تفاح، هي كانت عندها تفاح جابت لنا تفاحتين. قلبي واجعني.
قلبي فلوسي وقعت مني ومش لاقيها. يا نهار ابيض يا بابا. وقعدت ادور عليها في كل حاجه، دورت عليها في الميكروباص ودورت عليها في الشغل ورجعت مخصوص هنا في البيت عشان ادور عليها. ما شفتيش فلوسي؟ لا يا بابا، طب هات حضنة تاني عشان خاطر انت وحشتني قوي. هات يا حبيبي بابا. بابا فلوسي. بابا طب انت ما دورتش في جيبك؟ لا انا مدور في جيبي بتاع 15 مره. طب جرب تبقى 16. ايه ده يا بابا؟ ايه ده؟ الفلوس رجعت في جيبي ازاي؟ يبقى انت يا بابا ما خدتش بالك. بس الفلوس دي ناقصه 50 جنيه. 50 جنيه؟ ايوه انا عددهم كويس، الفلوس دي ناقصه 50 جنيه. لا يا بابا تلاقي متهيألك اشتريت بيها حاجة. مش مشكله، تغور في ده على 50 جنيه، اهم حاجه الفلوس رجعت لي. ماشي خش جوه انتوا دلوقتي. ماشي. يلا خش. طب عايز بقى التفاح ده. تفاح ايه دلوقتي؟ انا مش طايق نفسي. خشي. 50 جنيه مره واحده تضيع. مش مشكله، اهم حاجه كانوا تفاح. ده انا حبيبتي لو جبت لك التفاحة اللي بابا كان بياكل منها. يلا. بس انا مش عاوزه اكل اكل، انا عاوزه فاكهه تانية. عايزة فاكهة تانية يا بنتي؟ هو انت اكلتي منها حاجة؟ لا انا عاوزه بطيخ. بطيخ؟ طب يا دايما البطيخ غالي. طب خلاص هعمل نفس الخطة على بابا، ماشي؟ بس يلا كل دي شطورة. يلا كل، وانا هقوم هعمل زي ما عملت مع بابا، زي ما اتفقنا مع بعض قبل كده. ماشي يلا. عايزة اجي الاقيك خلصتيها. بابا حبيبي يا نور العين. احلى بابا في الدنيا، بابا احلى بنتي في الدنيا. نعم. وحشتني برضه عاوزة احط تاني. ها تعالي. وحشتني. وحشتك قوي يعني؟ قوي يعني؟ لا ما تكملي عشان انت كمان وحشاني في الحضن. احضني جامد. اهو. ماشي. بابا نعم. وانت رايح امتى الشغل؟ ده انا نازل دلوقتي حالا. طيب ماشي. بابا انت نازل تناديلي ده انا؟ حاضر من عيني. يا دودو تعالي كلمي اختك. ايه يا دودو؟ خلصت التفاحة؟ انا اهو خدت من بابا الفلوس. هنزل هجيب لك بطيخة كبيرة ويا رب بس الاقي. ماشي؟ مش اقعدي هنا. ايه؟ ايدك. ايدي في ايه؟ وريني ايدك. حاضر. قوم بقى. انت اللي بتسرقيني؟ ستك وخالتك تسرقيني عشان اقفشك متلبسه. تسرقيني ليه يا نانا؟ ليه؟ في بنت محترمه تسرق ابوها؟ الصراحة ما عشان انت منشفة عليه ولا عايز تجيب. ده انا يا بابا بتقعد تقول لي قدام صحابي ان انا عايز اكل كذا وكذا وكذا. حتى لو انا منشفها عليكم عشان خاطر اعمل لكم فلوس واحوش لكم في فلوس عشان خاطر يبقى معاكم فلوس في المستقبل. تبقى سرقاني؟ ينفع كده؟ يبقى عشان درجة نفسك تفاح وبطيخ. ماشي. وكمان يا بابا لما انا قلت لك ان التفاح خلاص خلصنا. انت هتعاقبوا عقاب شديد، وانت كمان هتعاقبوا عشان طوعتيها ووافقتي تاكلي حاجه بفلوس مسروقه. خش جوه يلا، خش جوه دلوقتي يلا. وانتي حسابك معايا بعدين. اتفضلي بابا. اتفضلي. ماشي يا نانا. بقى كده بقى بتسرقيني؟ ماشي وربنا لا اوريكي. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس، ويا ريت برضه ما تنسوش تقولوا لنا في الكومنتات هل تصرف نانا كان صح بان هي تسرق ابوها عشان تجيب لاختها الصغيره اللي نفسها فيه ولا لا. شاركونا بارائكم، بنحبكم جدا. سلام.